السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. النهارده يا حبايبي بقى رحت السوق، رحت النهارده ليه يا ام محمد؟ انت ميعادك يوم التلات. والله يا حبايبي انا امبارح ما قدرتش خالص، فنزلت النهارده ورحت سوق تاني في مكان تاني، ويا ريتني ما رحت، اتنصب عليا فيه يا حبايب قلبي. وانا فرحت ان الاسعار رخيصه وهاديه ما شاء الله، بس اتنصب عليا فيه فعلا. انا بتسوق من هنا من المساعيد في عندنا، كل الاسعار بتطلع حلوه والميزان حلو والله يا حبايب قلبي. بس يلا اللي بيقبل حاجة بيحمل يشيل. يلا هنسمي الله وندخل على الفيديو بتاعنا. وأول حاجة يا حبايب قلبي بنبتدي بيها بقى هي الطماطم بقى أول حاجة اتنصب عليا فيها. قال لي 2 كيلو ب10، أنا اتبسطت وجبت 2 كيلو بالعشرة. وبعد كده لقيتها حطيتها على الميزان لقيتها كيلو ونص ب10. وهنا بقى يا حبايبي جبت الفلفل، ما شاء الله الكيلو بقلب ب20، جبت ربع كيلو ب5، أنا ما كنتش عايزة فلفل كتير. والليمون يا حبايبي قال الكيلو ب20، ورحت مكان تاني لقيته الكيلو ب10. ده تاني حاجة يتنصب عليا فيها النهاردة، الليمون والطماطم. فجبت نص كيلو ب10 يا حبايب قلبي. والبيض بسم الله ما شاء الله، البيض الطبق البيضة ب5 جنيه، الطبق ب150، ده بيض بلدي. وفي ناس بتبيعها ب4 جنيه، بس أنا بجيبها من ناس مضمونة ويعني ناس نظيفة. ب5 مش فارقة كتير، بس البيض يعني مش بيبقى زفر وبيبقى حلو. وهنا بقى رحت على اللحمة الجميلة اللي جبتها دي، الكيلو ب300 جنيه يا حبايبي. بعد ما جبتها لقيت واحد بيبيعها ب280. بسم الله ما شاء الله، بس الجزار ده لحمته حلو وانا اجيب من غيره ليه؟ مش فارقة كتير ما شاء الله. الكيلو جبته ب300، جبت كيلو ونص ب450. وهنا جبت الطبق الجميل ده القراقيش والحاجات الحلوة دي، كان بيقول لي ب30، قلت له لا ب20 وعلى مين، وانا هخليه يغلبني؟ فالصراحة وافق واداهولي ب20. وجبت لحمة الراس بقى، يا حلاوة لحمة الراس شوفوا عاملة ازاي، قطعها لي قطعية جميلة قوي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. ده الكيلو ب150، ده كيلو، انا جبت كيلو ب150، انا بس اللي باكلها، عندي ولادي ما باكلوهاش، بس انا كان نفسي فيها قلت اجيب كيلو. ما شاء الله. طبعا انا كان عندي دور برد والله جاي لي يا حبايب قلبي مخلص عليا، الله المستعان. وهنا يا حبايبي طبعا جوزي طلب جبنة قريش، فجبت كيلو زي ما انتوا شايفين، الكيلو ب60. وجبت هريسة شطة من واحدة حبيبتي بتعملها وتبيعها، العلبة دي عملتها لي حوالي كيلو ب25 ما شاء الله. والسمنة بقى الجنة الجميلة دي العلبة ب110، أنا احتجت علبة فجبتها ب110 جنيه ما شاء الله. والجزر يا حبايب قلبي سعر الجزر غالي، وصل 15 جنيه، أنا جبت النهاردة كيلو ب15 ما شاء الله. طبعا يا حبايب قلبي ادعوا لي بقى ربنا يشفينا، أنا عندي برد والله مخلص عليا مش قادرة كمان أتكلم. ولو انتوا شايفين صوتي متغير فالحمد لله على كل حال. والموز الكيلو ب20. وهنا بقى تالت حاجة اتنصب فيها يا حبايبي الخيار. قال لي الخيار كيلو وربع ب10، وانا جبت الخيار دوت حلو وهو بلد. وجيت حطيته على الميزان وقلت له اديني ب10، لقيته كيلو. ده السوق ده كله بينصب في، انا ما هروحوش تاني، السوق ده في البلد انا مش هنزله تاني، انا هجيب من المكان اللي انا فيه. والبتنجان الكيلو نص ب10. والخضرة المحشي 3 حزم ب5 جنيه يا حبايب قلبي ما شاء الله. طبعا انا بجيب كل حاجة عندنا من المساعد، ميزان حلو وميزان حلال وكل حاجة حلوة، انا مش هنزل البلد تاني. وهنا البطاطس يا حبايبي، جبت البطاطس زي ما انتوا شايفين ب12 ونص. ورحت بقى جبت 5 كيلو دقيق، الكيلو اداهولي ب15، وكان في عنده ب16. جبت ال5 كيلو ب75. وجبت شعرية ب5 جنيه، الكيلو الشعرية برضو ب20. والعدس جبت نص كيلو ب20 برضو. وجبت بقى يا حبايب قلبي عدس بجبة، برضو سعر العدس بجبة جبت ب5 جنيه، بس تقريبا انا نسيت والله اسأله على الكيلو بكام، او انا قلت له اديني ب5 جنيه فاداني ب5 جنيه. وجبت برضو ب5 جنيه مكرونة اسباجيتي، هما الولاد عايزين كشري مصري، فقلت اعمله كده ب5 جنيه عدس، هو حوالي هو اقل يعني اقل من ربع كيلو. ما شاء الله. وجبت رز بسمتي، الرز البسمتي الكيلو ب60، جبت نص كيلو ب30. الأسعار النهاردة حلوة، بس بعد ما جيت من السوق ووزنت الخضار قلت أشوف الميزان، لقيت الميزان ناقص كتير، الناس نصبت عليا يا حبايبي. الله المستعان، يلا اللي يقبل يحمل ويشيل، وهي دي بقى المشتريات بتاعتي. لو نسيت أي حاجة قولوا لي عليها في الكومنتات يا حبايبي. وبكده خلصت معاكم الفيديو، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.